بيتيه عند مامته كام مره؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. المدام صح؟ الحمد لله. اه. طب لو مامتك قالت لك اتجوز واحده ما بتحبهاش، كنت هتعاند ولا هتختار اللي ما بتحبهاش؟ انا وافقت. انا خدت الضربه بجد. نعم يا اخويا. على ايه؟ على ايه؟ وافقت. على ايه بقى؟ اتجوزتها. كنت هكبر في السن بقى اعمل ايه؟ لقيت الدنيا بتجري، خلصت جيش، اشق هدومي. سن كبر، قالت لي يلا بقى اتجوز، قلت لها ماشي مفيش مشكله. اه. والموضوع عدى بسرعه الحمد لله. ما شاء الله. ايه وانت رايك ايه على الكلام ده؟ لما نروح. انا قلت من الاول مش هينفع انا وابن الجزمه ده في بيت واحد. لما نروح. طب ليه ما تاخدوا راحتكم هنا؟ احنا اهلكم برضه. لما نروح. هتبات عند ماما النهارده. بقالكم قد ايه متجوزين؟ سنة وشهرين. سنه وشهرين. بيتيه عند مامته كام مره؟ يلا ما بعدش من كترهم، ما بعدش. ده هتبقى سواد على الكل. يعني كام؟ عايزين رقم. 13. 13 مره. فاكراهم؟ اه فاكراهم اول مره بيتيه عند ماما كان بسبب ايه؟ رفض يغسل المواعين. صوتها عالي وبدات تهددني ليه المفروض تساعدها في شغل البيت عادي؟ حاولت بس ولما ما عرفتش بيت عند ماما؟ بصراحه خدت شنطه هدومي ومشيت. يا محمد مشيتني قالت لي يلا. رحت واخد بعضي وماشي. طب ما كنت تديله فرصه يغسل؟ ما عرفش. ما عرفش يغسل المواعين وديته عند مامته. حلة اتفال. خلاص لها حلة اتفال وديته عند مامته. طب تاني مرة راح عند مامته، فاكرة بسبب ايه؟ القهوة. عمل ايه في القهوة؟ اتأخر في القهوة. اتأخر في القهوة. طلع لي الساعة 1. ده واحدة دي بالنسبة لي الظهر. اتفقتوا على موضوع الطلوع بدري؟ اه طبعا. وعمل ايه بعد الجواز؟ طبعا بيطلع الفجر، هو كده بدري. لا عيب. اسمك ايه؟ محمد. عيب يا محمد. بصراحة كده بيديكي مصروف كام؟ ما الصراحة ما بيدينيش. يا محمد فين ال 5000 جنيه اللي انا اديتهم لك؟ فين دول؟ فين دول؟ يا محمد ناشف قوي. ليه يا محمد؟ ده انا مديها كل يوم وانا نازل الشغل تاخد 1000 جنيه اطلع ما الاقيهاش. طب بالصلاة على النبي. ما حصلش. ما بيدفعش. طلبات اونلاين. ولا الموبايل بيرن. حضرتك طالب اوردر كذا وانت ما طلبتش. وانا ما طلبتش حاجه. يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتات جوزك بيديكي مصروف كام وبيتيه كام مره عند مامته، واعملوا له منشن في الفيديو ده. لايك وشير الفيديو ده يا جماعه.